سوء حظ غريب بيواجه عمر مرموش، لكن ردة فعل جوارديولا بعد الهدف يعني بيقول لك يا ارض انشق وابلعيني، انا ما عدتش قادر ولا عدت طايق. مباراة من العيار الثقيل في الدوري الانجليزي ما بين مانشستر سيتي وما بين نوتنجهام فورست. اهمية المباراة ان الفريقين عايزين يبعدوا عن فريق تشيلسي اللي موجود في المركز الخامس علشان يقدروا يكونوا موجودين في دوري ابطال اوروبا السنة الجاية. جوارديولا بدأ اللقاء وحط عمر مرموش جنبه، لدرجة ان المخرج اكتر من مرة يجيب مرموش وهو قاعد ثم يفتح الكادر على جوارديولا عشان يعرفك ازاي تقعد الراجل ده. وانا عارفك اللي هتدخل تقول له الصيام، وبمناسبه الصيام كل سنه وانتم طيبين، ما تنساش اللايك. خلص الشوط الاولاني 0-0، هو كان شوط صايم في كل حاجه، ودننا ماشيين كده في الشوط الثاني، خد لك كوره اديني كوره لحد ما جت الدقيقه 70 ونزل مرموش. ولكن زي ما قلت لك سوء حظ يواجه مرموش في كل شيء. بعد نزول مرموش بدقيقه كان فاتح كده مساحه للاعب ريكو لويز، ولكن ما ادالوش كوره، ودي مش اول مره تحصل، اكتر من مره كانت حصلت في اللقاء ده واللقاءات الثانيه. وبعد نزول مرموش الشكل ما اتغيرش كتير لحد الدقيقه 83. هودسون أودوي خد الكرة من ناحية اليمين خلف الباك الشمال لفريق مانشستر سيتي وعدم رجوع دوكو، وعمل تسديدة في الزاوية الضيقة السهلة على يعني إيدرسون. الراجل شال أكتر من كرة صعبة أكتر من دي بكتير، ولكن يتسجل الهدف الوحيد ويصعد فريق نوتنجهام فورست ب 51 نقطة في المركز الثالث، ويسيب الأقرع مع ولدنا ب 47 نقطة في المركز الرابع على بعد نقطة واحدة من تشيلسي اللي هيلعب هو كمان لقاء النهارده.